الرياضة خلاه يكون بطل فنون قتالية، وتكرر فوزه من بعد تمثيله للعراق بالنزلات بدعم من عمه وحصوله على عدة أوسمة. خلونا نروح لصلاح الدين ونشوف هالتقرير عن عبد الفتاح التكريتي. أنا حبيت هاي الرياضة من سنة 2014 ومارست هاي الرياضة وعندي إنجازات بيها. صار لي تقريبا قبل أشهر أنا جبت بيها إنجاز على الحدود الإيرانية العراقية على منظمة كوبو. هاي الرياضة تختلف عن باقي الألعاب، تختلف عن كرة القدم وتختلف عن كرة السلة عن باقي الألعاب. شخص واحد يمثل العراق، مو فرق عن فريق كامل، مجموعة كاملة. نعم. وقت الصباح وقت الصباح أنا طبعا أتمرن على نهر ضفاف دجلة. هواء نقي، مكان حلو، مكان رائع، مكان جميل، وينطي حافز أيضا، وراحة نفسية نفس الوقت. أهروي الآن تقريبا 25 كيلو يوميا. مو يوميا، يعني مرة واحدة بالأسبوع. عندي إنجازين بها أوسمة. إنجاز الأول رفعت به العلم العراقي بالحدود الإيرانية العراقية ضد خصم إيراني، فزت بالضربة القاضية. الإنجاز الثاني همين أيضا أخذت الوسام ملك الكونفو. اللي ساعدني ووقف وياي واللي اكتشفني هو عمي حمدون أبو فهد. هو اللي صنعني وهو اللي حفزني لهذا الشيء، وهو اللي ساندني أيضا وساعدني معنويا وماديا. من نشأته السيد عبد الفتاح النجاري كان يحب اللياقة البدنية، وأشوفه يمارس الرياضة ورفع الأثقال، فاكتشفت أنه عنده طاقة أن يمارس الفنون القتالية. فحبيت أنا دخله في أندية وفي قاعات قبل حوالي 8 سنوات، فمارس التدريب من ذاك الوقت لحد الآن، وأنا داعم إلى ماديا ومعنويا، بحيث أخذت أول نزال كانت في الأعظمية، ففاز بالضربة القاضية في خلال 30 ثانية على خصمه. فدعمته دعما آخر أيضا ماديا ومعنويا، فصارت مشاركة أيضا في السليمانية، وأيضا فاز بالضربة القاضية. وآخر فاز عليه بانسحاب الطرف الثاني، ما حب ينازل عبد الفتاح لأن شافه كلش لياقة بدنية عالية جدا، فما حب يشارك. فصارت عنده 3 بطولات، وهذا طبعا إنجاز بالنسبة لعبد الفتاح، وإنجاز لمحافظة صلاح الدين بكونه من هذه المحافظة من قضاء تكريت، وإنجاز للعراق أيضا. بالحديقة سوى أثقال مال بلوك بوري، ومنا بلوك ومنا بلوك. قونية مال طحين يشيلها بأسنانه، قونية مال تمن يشيلها بأسنانه، يا بأسنانه كذا. فحب هاي اللعبة بشكل، يعني عنده طاقة كلش كبيرة حيل، يعني فد أشياء يسويها كنا نستغربها. يعني صغر سنه، احنا من تهجرنا هو سادس ابتدائي عمره 12 سنة، يشيل قونية طحين بأسنانه، يشيل قونية تمن بأسنانه، يصعد بيها على الدرج. عبود ايش قاعد تسوي؟ يعني ما يصير هالشكل، انت ماما اسنانك كذا ما يفيد. فحب هاي اللعبه بشكل مو طبيعي. طيب شيء اكيد، يعني انا ام وقلب ام وكذا. اول نزال له ويا محمد جلال بطل اسيا، يعني ما قدرت اشوفه للنزال، دزوا لي اياه مباشر لايف، ما قدرت اشوفه، انهزمت. بعدين قالوا سمعت الصياح مالهم وعافيه بطل وكفو بطل وهاي، ارتاحت، جيت عليه.
طبعا احنا دائما نحكي عن فوائد اللياقه البدنيه وممارسه الرياضه، لكن ايش قد تكون حلوه من واحد تكون هذا الشيء او هذا الشيء يكون شغفه بالاصل. أكيد. ويمارسه ويوصل الى مرحله انه هو يكون كلش ممتهن به ويحصل على اوسمه من البطولات اللي هو مشارك بها. فيعني اكيد الابطال احنا نفتخر بهم، واني صراحه من اشوف والدعم كلش مهم. الاشخاص اللي يعني يمارسون رياضه بشكل منتظم، احب انه من هاني يوم من الايام يعني يكون ملتزم بهذا الشكل بالرياضه، لانه مهم وهي مفيده لصحه الانسان بكل الاحوال. وزين الدعم همين، الدعم المعنوي كلش مهم للشخص حتى يقدر يوصل لهالمرحله. كل شيء احنا بالحياه يعني نوصل الى مرحله اذا ما يكون اكو دعم من الاهل او من الاشخاص المحيطين، تشوفين ايش قد ما يكون الانسان موهوب ممكن يفشل، لكن من يكون اكو الدعم الصحيح من اشخاص اللي هم في محيطنا، اصدقائنا، احبابنا، اهلنا، يكون الانسان ناجح مثل ما شفنا من هاي القصه، قصه النجاح اللي احنا عرضناها بتقريرنا. اذا مشاهدينا راح نروح الى اخبارنا المنوعه لليوم.